بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبروك لكل أهلاوي جميل بيحب الكورة الممتعة، بيحب النادي الأهلي، واقف في ظهر فريقه، بيساند فريقه رغم أي انتقادات. أنا لو بنتقدك أنا بحبك وعايزك أحسن لاعب في الدنيا، ما تزعلش مني. أي لاعب في النادي الأهلي انتقد يا جماعه الفتره الاخيره وكان عليه ضغوطات، لازم نسانده، لازم ندعم فريقنا، لازم ندعم كولر، لازم ندعم الاداره. ما نقعدش كل شويه ده يمشي وده يقعد وده يجري وده يلعب. طول ما الراجل ده لابس تيشيرت النادي الاهلي لازم ندعمه. اديكم شايفين النهارده كم الضغوطات اللي على الفريق وعلى اللعيبه اللي في خط الامامي. الاهداف اللي ضيعوها النهارده دي 7 8 اهداف يا جماعه، كلها اهداف محققه. 7 8 اهداف محققين بيدعوا من النادي الاهلي النهارده. بسبب ايه؟ الضغوط النفسيه والضغوط العصبيه والادرينالين كان عالي قوي النهارده. واللعيبه طبعا شايفه على السوشيال ميديا وكانت شايفه الضغوطات اللي عليها بسبب السوبر الافريقي اللي احنا افتقدناه قدام الزمالك. في السوبر الافريقي احنا كنا ما جيناش اصلا، فما نزعلش. لكن النهارده لو كنا خسرنا بصراحه انا واحد من الناس انا كنت هزعل. النادي الاهلي النهارده عامل مباراه كبيره جدا ويستحق الفوز عن جداره، يستحق الفوز عن جداره. امين عمر النهارده يعني هنقول 80% الحكم، 20% كانت كور بتروح منه، بتبقى للاهلي مره للزمالك مره، ولكن 80% النهارده الحكم كان مش وحش، كويس. اللعيبه النهارده يعني زي ما قلت عدم التركيز بسبب الضغوطات اللي عليهم. لازم يا جماعه ندعم الفريق، لازم يا جماعه نكون في ظهر الفريق. احنا داخلين على الانتركونتيننتال، داخلين على العين الاماراتي. المباراه اللي جايه مش سهله، المباراه اللي جايه خصم عنيد ومحترفين بجد. هتقابلوا فريق قوي جدا يا جماعه، والحمد لله ان هو على اراضي مصريه. يا ريت الناس كلها تدعم الفريق، ومبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك. الاهلي كان الافضل من اول الشوط لحد اخر الشوط الثاني او الثالث والرابع كمان. الزمالك كان على فترات بيلعب على الهجمه المرتده وعلى البيلد اب من تحت، ولكن الاهلي قدر ان هو يعني بالضغوط اللي كانت عليه ان هو يجتاز موقف عن ضربات الترجيح. طبعا ضربات الترجيح اللي يعني صارت جدل كبير بعد ما كنا خلاص هي كرة رضا سليم، وهنقول الحمد لله مبروك للنادي الاهلي. الشناوي برضو يصد بعد ما عواد صد، ونرجع لضربه وضربه. المهم يعني الحمد لله على ان احنا خدنا السوبر المصري. واشوفكم في فيديو جديد. لايك وشير والسبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت فولو ومتابعه وشير كتير. سلام.